السلام عليكم، حياكم الله في المدونة الشخصية لفاضل جساس. في المدونة الشخصية لأول مرة على القناة أقرر أنزل فيديو وأخليه على طريقة سرد قصة تحفيزية وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله. طبعا الموضوع طويل زي ما انتم شايفين، توضيب ماكينة السيارة في البيت ما هو شيء بسيط، وأنا والوالد الله يحفظه أخذنا فيه وقت طويل، فمو معقول يكون فيديو نعلمكم فيه الميكانيكا في نص ساعة. المهم ندخل في السالفة أحسن. طبعا السيارة هذه شراها الوالد وكالة على إيده عام 1997 في سنتها طبعا، وظل يستخدمها، وأنا وإخواني ذاك الوقت كنا صغار لسه ما سقنا سيارات، والوالد الله يحفظه كان محافظ عليها إلين كبرنا وبدينا نسوقها وياه، وكل واحد منا سوى فيها جرية طبعا، إلين الجرية الأخيرة اللي ضربت فيها الماكينة، والسبب إن طلعنا فيها مشوار وهي ما فيها زيت. هذا الكلام كان قبل 7 سنوات من الحين، أقل أكثر ما أتذكر صراحة، يعني تقريبا. الزبدة الوالد عنده سيارة غيرها، فكان يروح ويجي فيها والأمور تمام، وهذه السيارة العزيزة على قلبه ظلت مرمية في الكراج فترة طويلة جدا، لأن الوالد الله يحفظه ويطول في عمره مو حاب يوديها ورشة ويصلحوها، لأنه ميكانيكي متقاعد وفنان ويقدر يصلحها، لكن انشغل عنها وكل يوم يقول بكرة اللي عقبه إن شاء الله بصلحها، لين مرت عليها السنين الطويلة وهي في الكراج مخزنة. وفي يوم من الأيام شاء الله أن تخترب حلوة دي، قلبت لغة عربية فصيحة. شوف، وفي يوم من الأيام شاء الله أن تتعطل سيارته الأخرى. تعرفوا عاد إذا الرجال صار بدون سيارة كيف يصير الأوضاع، مشاويره وشغالاته كلها تتعطل، ومرة ياخذ سيارتي ومرة ياخذ سيارة أخوي، وسياراتنا كلها تحت أمره طبعا، أكيد ما في شك في الكلام هذا، لكن برضه هو يستحي إنه يعطلنا، لأنه كان تعرف كل واحد فينا أكيد عنده انشغالاته ويحتاج سيارته عشان مشاويره الخاصة، وهو الوالد الله يعطيه الصحة والعافية ويطول في عمره طبعه كده، هو ما يحب يعني يضيق على أحد وما يحب يضرر أحد، ودائما يقدمنا على نفسه، فالله يجزاه خير. وإحنا طبعا حاسين في الوضع وهو حاس في الوضع، وما يحتاج أفصل أكثر. كنت أتمنى طبعا أنا اشتري له سيارة وكالة على حسابي، لكن للأسف العين بصيرة والإيد قصيرة زي ما يقول المثل، وبحكم انشغالي بالعمل والدراسة والتصوير واليوتيوب والبطيخ ما حصلت فرصة أشجعه أو أساعده في تصليح السيارة اللي واقفة في الكراج. وسبحان الله اللي يسير الأمور وفق إرادته، حصلت وقت وقلت له يبا متى نبدأ نشتغل في السيارة ونصلحها؟ ترى أنا جاهز وفاضي وعندي وقت هالأيام، عندي وقت فراغ، فوش رايك نبدأ نصلح سيارة؟ قال تمام أوكي ما في مشكلة، بكرة إن شاء الله نبدأ. وشرى قطع الغيار وبدأنا في الشغل في السيارة. وبرضو مرة ثانية يا سبحان مدبر الأمور، طلع موضوع كورونا وانتشار الفيروس، وتقفلت القطيف حجر لمدة 14 يوم في البداية، بعدين تمددت إلى قرابة الشهرين أتذكر كده تقريبا، وإحنا استغلينا الفرصة هذه وصرنا نشتغل في السيارة كل يوم، لين وصلنا إلى مرحلة كانت تنقصنا فيها قطع غيار، أو كان موجود قطع الغيار عندنا لكن طلعت خطأ وإحنا كنا محجورين فوقفنا الشغل. يا تركب لا منه ولا منه، تعطلت الشغلة. يلا الحين طبق القساط، طبق القساط في الماكينة وانت ما عندك قطع غيار موجودة. كيف؟ وبعد ما فك الحجر شرينا قطع الغيار الناقصة أو الخطأ، بدلناها بقطع الغيار الصحيحة،
وكملنا شغلنا والحمد لله. شغلنا السيارة وصارت فرج للوالد، يروح ويجي فيها وهو مرتاح، وإن شاء الله يا رب يكون دائما مرتاح. الهدف من نشري لهذا الفيديو إن احنا ما نطلع في زاوية واحدة من الموضوع أو من المشكلة اللي احنا نواجهها، زي ما كنت أسوي أنا مثلا. كنت أفكر كيف أشتري للوالد سيارة وكالة. في حل أبسط وأسهل ممكن أقدمه، ليش ما أشتغل عليه؟ أودي السيارة ورشة على حسابي مثلا، على الرغم من أن الوالد ما كان بيرضى أصلا بهالفكرة، أو أشجعه وأساعده في تصليح السيارة زي ما سويت. المهم إني أحاول بالطرق المتاحة، أفضل من إني أظل متكتف وما أنا عارف وش أسوي أو وش أقدم. والهدف الثاني تحفيز الناس لعمل الأشياء الصعبة. نقدر نصلح ماكينة السيارة في البيت، ليش لا؟ نقدر نسوي حاجات ممكن إحنا زرعنا في نفسنا المخاوف وقلنا إحنا ما نقدر نخوض التجربة وما نقدر نسوي هذه الحاجة وهذه الحاجة صعبة. فلازم نكسر كل الحواجز ونثق في أنفسنا. نقدر نسوي، ليش لا؟ نقدر نسوي أي شيء نحطه في راسنا ونركز على تحقيقه. ولا وش رأيك يا الشيخ؟ عدل مو مبين عدل. وهذه السيارة الحلوة الجميلة العزيزة على قلب الوالد، فيها ذكريات طفولتنا، وزي ما انتم شايفين صلحناها الحمد لله. وأنا سعيد جدا إني قدرت أساعد أبوي يصلحها ويروح يجي فيها وفي كل مرة يمر علي فيها أرتاح نفسيا، يعني فعليا أرتاح، لأني يعني أحس إني قضيت حاجة، فرجت كربة، وأقول بيني وبين نفسي الحمد لله اللي وفقني إني أساعد أبوي وأقضي له حاجة. صحيح إني كنت أصور أكثر مما أشتغل، بس يعني وجودي أفضل من عدمه زي ما أنتم عارفين. أخيرا لا تنسونا من دعواتكم، لا تنسونا من النشر واللايك وهالسوالف. يعني نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وإذا حابين نحط فيديو شرح للتوضيب ممكن ننزل عند رغبة الجمهور، ليش لا؟ وأخيرا نقول لكم نراكم على خير. باي.